معلومات ثانية يا أبو زياد. والله المعلومات كثيرة، ولكن يعني طبعا كبار السن لهم الدور الكبير في حفظ الموروث، وهذا سبحان الله زوار المهرجان حضروا من كبار السن، والإعلاميين مثل أبو فيصل وعدد من الإعلاميين استغلوا الفرصة والتقوا معهم داخل المهرجان. فهذا يعني إيجابية جميلة جدا للمهرجان أن يتواجدون مثل كبار هالسن ويعطون معلومات للناس كلها وتحت هالزخم الإعلامي، فتعم الفائدة. مثل ايش المعلومات يا أبو زياد؟ معلومات يعني تأسيس الحريق. تأسيس الحريق مثلا. عندك خلفية عن هالموضوع؟ أي طبعا. الحريق طبعا كان غابة من الأشجار. غابة من الأشجار. غابة من الأشجار. أسلم. وعندما أتى من أتى الحريق الهزازنة. نعم. فأتوا الحريق المنطقة تقريبا بوسط الحريق حاليا، فقرروا إحراق مجموعة من هالأشجار حتى يسكنون فيها. نعم. فكل من أراد السكن قالوا روحوا مكان الحريق. نعم. هذا المسمى، هذا سبب التسمية. أي نعم. أيوة. فهو نسبة إلى حرق هالأشجار. الله، هذه معلومة بالنسبة لي جديدة بصراحة. أي نعم. وأكيد أنها معلومة جديدة الكثير من المشاهدين والمشاهدات. أيوة. هذا سبب تسمية الحريق. سبب تسمية محافظة الحريق. ما في تسمية ثانية أو سبب ثاني؟ لا أبدا، لا، هذه ومثبتة في الكتب والتاريخ. أي نعم. عطنا معلومات يا أخي، إذا بقعد معك أنا ولا ايش رايك أبو فيصل؟ لا شك. اي والله أنا أبي التاريخ، أبي المعلومات هذه. نعم. أبي استفيد أكثر وأكثر. عطنا من المعلومات الثانية اللي عندك. والله أنت اسأل بس عن. أنا ما أقدر أسأل، أنت ما شاء الله جبت لي معلومة بدون